أخوي وأختي، أهلا وسهلا بكم لقائنا الأسبوعي من جديد. واليوم عندنا رسالة جديدة من الكتاب المقدس للقلب. بالعصر الحديث الوقت يمر بسرعة، عقارب الساعات تمر عكس ما يشتهي الإنسان. الكوارث والفيضانات والمجاعات والأوبئة والزلازل كلها تؤدي إلى تسارع عمر الإنسان أو تسارع من هلاك الإنسان بكوارث طبيعية. رسالتي مو أنه أخوفكم بقدر ما أنه أقول لكم هاي حقائق موجودة 100%. القصد في وقت يسوع المسيح إجوا ناس يخبروا عن ناس كانوا جايبين ذبائح حتى يقدموها. بيلاطس قام ذبحهم. خلينا نقراها من الكتاب المقدس في إنجيل لوقا الإصحاح 13. وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا، أقول لكم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وحادث ثانية تكلم فيها وقال: أو أولئك 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم، أتظنون هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ كلا، أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. رسالة الرب لنا في وقت الأزمة، في وقت البيوت اللي احنا حاضرين فيها وساكنين فيها واللي ما طلعنا يمكن من الحجر اللي صار. هذا هو الوقت للتوبة حتى نرجع ونشوف الجانب الإيجابي من المشكلة. الرب قفل المطارات، قفل المحلات، قفل أمور كثيرة وسمح فيها حتى نقعد وننتبه، لأنه هذا الوقت ليس هو زمن كورونا، هو زمن التوبة. الحادثتين اللي قرأناها، الحادثة الأولى ناس جايين يتعبدوا، بيلاطس قام بذبحهم وخلط دمهم مع الذبائح. اليوم في عصرنا الحالي نسميه هذا عمل إرهابي. والحادثة الثانية كانت طبيعية جدا، برج سقط على ناس كانوا قاعدين تحت البرج. البرج هو كان المكان العالي للحارس أو الناطور حتى يراقب إذا كان الأعداء جايين على المدينة أو لا. حادثتين نتيجتها الموت، إن كان بعمل إرهابي أو كان بعمل طبيعي، فالنتيجة هي الموت. الموت في كل العالم. حتى هاللحظة اللي احنا نسجل بها الفيديو، الإحصائيات اللي في العالم تقول إنه نسبة الموت في العالم 100%. يعني الموت إن تعددت الأسباب هو نتيجة واحدة. لكن اللي يهمنا في الموضوع، لأنه الوقت هو وقت التوبة، والرب يسوع وضح بهذا المثل لما قال: وكذلك أنتم تهلكون إن لم تتوبوا. توبة، هذا هو الوقت اللي احنا محتاجين إنه نيجي للرب ونقول له في زمن الحزن، في زمن الضيق، في زمن الكورونا، أنا أجيك بقلب تائب وأتوب وأريد أن أكون لحياتي معنى جديد. صلي واطلب، ارفع إيدك وقلبك للرب، قل: يا رب علمني أتوب، علمني أنه أنبذ الخطية، علمني أن أكون في محضرك، طهرني بدمك، اغسلني بدمك، غير حياتي، خليني إنسان جديد. رسالة كانت واضحة، أنه إن لم نتوب كلياتنا في هذا الوقت كذلك مصيرنا هو الهلاك. وفي نهاية الحلقة أقول لكم أترككم برعاية الرب ونعمته، نشوفكم في اللقاءات القادمة. آمين.